صباح الخير. قد ايه وصفة النهاردة هتريحنا كلنا. مبدئيا كده مناسبة جدا للولاد وقت المدرسة في اللانش بوكس بتاعهم، مناسبة كمان للناس اللي بتشتغل ومش عاوزة تقف الصبح في المطبخ تعمل سندوتشات، وتقدري كمان تفطري بيها الصبح جنب كوباية الشاي. يعني وصفة جوكر جميلة جدا وسهلة وبسيطة. التحضير بتاعها سهل جدا، في دقايق كده هتلاقي نفسك مخلصاها. المكونات بتاعتها اقتصادية وموجودة عندنا في كل بيت، يعني بجد مش مكلفة خالص، بس حقيقي طعمها في النهاية بيبقى حلو جدا. الاحلى بقى من كل دوت ان احنا نقدر نعمل منها كميات ونشيلها في الفريزر، لان انا هحط فيها مكون صغير جدا هيديها كده روح ان احنا نقدر نعمل منها كميات. النهارده هنعمل مع بعض ميني ساندويتش او بوريك، سميه زي ما انت عاوزه، بس بجد الوصفه سهله جدا وبسيطه. بس لاول مره بتشوفيني انا رحب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اول حاجه هنجهزها مع بعض هي الخميره. انا معايا كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، هاخد منها معلقه كبيره وهضيف عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقتين كبار من السكر. انا بحب جدا اعمل الخطوه ديت في الاول لسببين: اول سبب اختبر كده الخميره شغاله ولا لا، وتاني سبب انا ما بحبش العجينه يكون فيها الخرز بتاع الخميره. هقلب كده الخميره في الميه كويس لحد ما تدوب الى حد ما، وبعد كده اغطيها واسيبها على جنب لحد كده ما اشوفها شغاله ولا لا. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض المكونات الجافة. معايا 3 كوبايات كبار من الدقيق المنخول، وانا كمان استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. معايا كمان نص كوباية من الدقيق هسيبها على جنب، على حسب احتياج العجينة اثناء العجن هتحتاج مني دقيق تاني ولا لا. هضيف كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهضيف كمان 3 معالق كبار من الحليب البودر. الحليب البودر هيدي طعم للعجينه حلو جدا. هقلب كده المكونات الجافه تقليبه مع بعض بحيث بس ان هي كلها تتوزع مع بعض كويس. وبعد كده هحضر المكونات السائله. معايا نص كوبايه من الزبادي تكون بدرجه حراره المطبخ، وهضيف كمان ربع كوبايه من الزيت. والمكون بقى الأساسي في وصفة النهاردة هو معلقة صغيرة من الخل. الخل طبعا بيدي طراوة حلوة جدا للعجين، وفي نفس الوقت كمان بيديها روح ان احنا نقدر نشيل منها كميات في الفريزر. هضيف كمان معلقة كبيرة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم الجاهزة، وهقلب بقى المكونات السائلة كده مع بعض كويس بحيث ان كلها تكون لون واحد، وكده المكونات تمتزج مع بعض كويس. هاخدها بقى واضيفها على الدقيق، واضيف كمان الخميرة بعد ما انا اتأكدت ان هي شغالة، وابتدي بقى كده بالعجان او اعجن على ايدي. يعني هي العجينه سهله جدا وبسيطه لو ما عندكيش عجان. الاول هعجن على سرعه كده هاديه لحد ما العجينه تلم معايا، وبعد كده هزود بقى بقيه الميه اللي انا استخدمتها في بدايه الفيديو، واعلي بقى كده السرعه لحد كده ما العجينه تلم معايا. طبعا انا بعد عجن حوالي 3 دقايق لقيت ان العجينه سايبه خالص وبتلزق كده زي ما انت شايفه. ضفت 3 معالق كبار من الدقيق، استخدمت 3 معالق بس من النص كوبايه اللي انا كنت شايلاهم، وارجع اعجن مره كمان وازود السرعه لحد بقى ما العجينه تلم معايا كويس قوي. انت ممكن تحتاجي لل3 معالق دولت او ممكن لا، على حسب احتياج العجين، يعني على حسب نوع الدقيق اللي عندك. المهم ان انت توصلي للقوام دوت. العجينه بتلزق سنه بسيطه جدا، بس القوام بتاعها ناعم وطري كده بنفس الشكل ده. اخد بقى كل كميه العجين. بصي العجينه طريه ازاي، ما تسيبيش اي حاجه من العجين، العجينه جميله جدا جدا. اخدها بقى واشكلها لكوره كبيره علشان انا عاوزاها ترتاح حوالي 10 دقايق. قاعده كده خديها عن العجين، كل ما هتسيبيها ترتاح بعد اي خطوه تاخديها في العجين كل ما هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا. طبق بقى مدهون بدهنه بسيطه من الزيت، وهدهن كده كمان وش العجين بالزيت علشان ما ينشفش معايا، وهغطيها بقى كده بورق بلاستيك، وهغطيها كمان بفوطه واسيبها حوالي 10 دقايق بالكتير. انا مش عاوزاها تخمر ولا حاجه، انا بس عاوزاها ترتاح علشان اعرف افردها. بعد حوالي 10 دقايق هرش كده رشه بسيطه من الدقيق على السطح اللي انا هشتغل عليه، واقسم العجينه لكورتين كبار او 3 كور. يعني هي الهدف ان انا اعرف بس افرد العجين كويس. وهغطيها برضو بورق بلاستيك علشان الوش بتاعها ما ينشفش، واخد بقى اول كوره كده افرد تحتيه رشه بسيطه من الدقيق. ابتدي كده بالنشابه افرد العجين. الناس بقى اللي بتشتكي ان العجينه بتبقى زي الاستك كده وبترجع معاهم دوت علشان انتي مش بتسيبي العجينه ترتاح. بصي انا سايباها ترتاح علشان كده مظبوطه جدا معايا، مش بترجع معايا وبتتفرد بمنتهى السهوله. انا فردت العجينه كده، السمك بتاعها لا يكون رفيع قوي ولا يكون سميك قوي، وبالقطاعه او لو ما عندكيش قطاعه بالكوبايه، المهم ان كلها تكون حجم واحد.
وبعد كده بقى العجين اللي يطلع معايا دوت هرجع اعجنه مره كمان لمده كده دقيقه بايدي، وبعد كده اشكلها بكوره واسيبها برضو ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه. الخطوات اللي انا بقولك عليها دي مهمه جدا علشان الميني ساندوتش او البوريك اللي احنا عاملينه دوت يطلع معاكي حلو جدا وهش كده من جوه. العجين كمان اللي انا قطعته هغطيه بورق من البلاستيك واحضر بقى الحشوه. انا كان معايا جبنه بيضه وجبنه رومي، فلفل واحد بس من الفلفل الرومي الاخضر قطعته لمكعبات، ومعلقه كبيره من الزيتون. يعني ما تلتزميش بنوع معين من الحشوه، ممكن تحطي جبنه بيضه بس او جبنه رومي بس، يعني اللي متوفر عندك او اللي انت بتحبيه. انا حسيت بس ان الحشوه مفروله شويه ومش ممسوكه كده مع بعضها، فضفت معلقه كبيره من الجبنه الكريمي. الصينيه كمان اللي انا هخبز فيها دهنتها بدهنه بسيطه من الزيت. هاخد بقى قطعه واحده كده من العجين وافردها كده بالراحه خالص بصوابع ايدي، وابتدي كده احط معلقه صغيره من الحشوه. ما تمليش الميني ساندوتش بالحشوه علشان ما يخرجش اثناء التسويه في الفرن. وهقفله كده نفس فكره القطايف بالظبط، المهم تقفليه كويس علشان ما يفتحش. اظبط كده الشكل بتاعه. بصي الطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، المهم بس تقفلي كويس قوي. لحد بقى ما تخلصي كل الكميه اللي عندك. انا طبعا عمل معايا كميه اكبر من كده، يعني كان تقريبا عندي صينيه كمان. بعد كده هسيبه بقى يرتاح حوالي ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير علشان يخمر مره كمان. خليط بقى التغطيه، انا معايا معلقه كبيره من الميه الدافيه، ومعايا كمان معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وحطيت كمان معلقه كبيره من الحليب البودر، وهقلبهم كويس مع بعض. ولو ما عندكيش بقى المكونات دي بتاعت خليط التغطيه، ممكن بيضه واحده مع معلقه من الحليب يكون دافي، او ممكن حليب بس، يعني اللي متوفر عندك. ادهني بقى كده بالراحه جدا الميني ساندوتش كده بخليط التغطيه. بعد كده هرش رشه من حبه البركه والسمسم. طبعا مش قادره اقولك دولت بيدوا طعم وريحه حلوه قد ايه للخبز. خلاص كده بقوا جاهزين يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف اللي في النص بالظبط ربع ساعة، مش أكتر من كده. يعني ابتدي كده راقبيه بعد حوالي 10 دقايق. أول ما ياخد لون ذهبي من تحت ممكن تشغلي الشواية ياخد لون ذهبي من فوق. أنا عامة ما شغلتش الشواية، وأثناء التسوية بتاعته هو أخد اللون دوت من فوق. مش قادرة أقولك الريحة عاملة ازاي. الريحة أثناء الخبز جميلة جدا جدا. وبصي بقى شكلهم كده كيوت ومقطقط وحلو ازاي. الحجم بتاعهم كمان حلو جدا. أول ما يخرج من الفرن على طول تغطيه بفوطة علشان ما ينشفش معاكي. بصي بقى مظبوط ازاي، بصي اللون حلو ازاي، الحجم مظبوط جدا، ما فتحش مننا أثناء التسوية في الفرن. بصي زي الإسفنج بالظبط، كل ما بضغط عليها بترجع تاني. وبصي من جوه مفرغة ازاي ومش معجنة خالص، مظبوطة جدا جدا. ومش قادرة أقولك بجد طرية قد ايه. ليهم استخدامات كتير زي ما قلت لك كده في بداية الفيديو. حقيقي الوصفة سهلة جدا وبسيطة وجميلة جدا جدا. وبكده خلاص وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون عجبتك. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبألف هنا وشفا عليكم. وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.